وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. لكن قل لي بالله العظيم، كيف لو كان ممن سلك طريق الغواية وجاءته النهاية بلا توبة ولا أوبة، يقرره الله بذنوبه ثم يقول الجبار: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي. فيؤتى كتابه بشماله فيخرج إلى الملأ وهو يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فأي مصير تريد؟ أي مصير تريد؟ اسلك طريق الهداية وتجنب طريق الغواية. استعن بالصبر والصلاة، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لا تحزن لقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. أسهر ليلك بالقرآن والقيام، واقطع نهارك بالظمأ والصيام. صم في دنياك عن الشهوات والمعاصي والمنكرات، وأفطر يوم تلقى الله وتنادى إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. قال إبراهيم بن أدهم لأخ له في الله: إنه بلغني أن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام: يا يحيى، إني قضيت على نفسي أنه لا يحبني عبد من عبادي أعلم ذلك منه إلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يفهم به. فإذا كان عبدي كذلك بغضت إليه الاشتغال بغيري، وأدمت فكرته، وأسهرت ليله، وأظمأت نهاره. يا يحيى، أنا جليس قلبه وغاية أمنيته وأمله، أهب له كل يوم وساعة، فيتقرب مني وأتقرب منه، أسمع كلامه وأجيب تضرعه ودعاءه. فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه به النبيون والمرسلون، ثم آمر مناديا ينادي: هذا فلان بن فلان، ولي الله وصفيه وخيرته من خلقه، دعاه إلى زيارته ليشفي صدره من النظر إلى وجهه الكريم. فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، فنظر إلي كيف شاء، وأقول له: أبشر، فوعزتي وجلالي لأسفين صدرك من النظر إلي، ولأجددن كرامتك في كل يوم وليلة وساعة. سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم، يا باري يا رحيم، يا عزيز يا جبار، يا حي يا حليم. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، سبحان من سبحت له الجبال بأصواتها، سبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحان من سبحت له النجوم بأبراقها، سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبحانك لا إله إلا أنت وحدك. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
يا ذا العطاء الذي قد عم نائله للجن والإنس من عرب ومن عجم فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم